نفترض ان وسام اصر على الطمع واصر ان يبقى الراتب بتاعه هو اللي كان طالع عليه من الاول. الحل ايه؟ الحل هنا انت مش هينفع تقيد كده، النادي الامريكي مش هينفع يقيدك، ولا الاتحاد الكرة الامريكي هيقدر يتجاوز زي ما اللي بيحصل عندنا هنا كده، ويبقى في حظر قيد والناس بتقيد عادي زي ما بيحصل كده في نادي الزمالك. مش هتلاقي الكلام ده هناك يا وسام. فكده هيبقى طب خلاص شوف لك بقى مكان يا وسام لغايه ما نحل المشكله دي، ويا اما لاعب من عندنا راتبه ينزل، يا اما لاعب من عندنا احنا نمشيه. طيب ما هو من الاساس ليه النادي الامريكي ما حسبش الحسبه دي؟ ده سؤال، ده علامه استفهام انا عايز افهمها. انا دلوقتي كنادي كولومبوس كلو قاعد بتعاقد على وسام ابو علي مع النادي الاهلي على راتب يتجاوز اللائحه عندي، وعارف ان عندي 3 لعيبه مقيدين بيتجاوز رواتبهم السقف المسموح، وما عنديش فرصه ان انا ادخل اللاعب الجديد دوت انه يقيد من ضمن الاستثناءات ديت، او الاستثناء بتاع راتب تجاوز الراتب. طيب هو انتوا جايبينه ليه؟ او جايبينه تعملوا ايه؟ ولا هي الفكره كلها كوبري؟ ما انا عايز افهم، هل الموضوع دوت مفتعل عشان يبقى مفيش حل قدام وسام ابو علي انه يروح الفتره ديت اي نادي تاني؟ فالقصه دي معموله والمسلسل ده معمول عشان يبقى كولومبوس كلو كوبري لاي فريق تاني عايز وسام. وده احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، عايزكم تفكروا معايا بصوت عالي تردوا عليا.